فيلمنا بيبدا مع كيفن وهو واقف في الطابور مع زمايله في الجيش وبيقدم التحيه للقاده بتوعه لان الحرب خلاص انتهت وهيرجع لبيته تاني. كيفن بيروح للحانه اللي مراته شغاله فيها واول ما بتشوفه بتفرح جدا. كيفن بينزل عند بطنها علشان يسمع صوت الطفل لانها كانت حامل. بيشوفهم ساعتها ناس سكرانه وبيروح واحد منهم وبيستهزأ بكيفن وبيطلب من لورين تسيبه وتقعد معاهم. كيفن فهم انه سكران وعرفه انها تبقى مراته وطلب منه انه يمشي، بس الراجل حاول يستفزه بس لورين لحقت الموقف وقدرت انها تسيطر عليه وخدته معاها وخرجوا من الحانه علشان يرجعوا البيت. كيفن بيتفاجئ بالثلاثه اللي كانوا في الحانه وهم خارجين وراهم وبيهجموا عليه علشان يعتدوا على مراته. كيفن بيحاول يتكلم معاهم لكن بيهجموا عليه ويضربوه، وبيتفاجئ بواحد منهم وهو بيهجم عليه بالسكينه وكان هيقتله، بس كيفن كان اسرع منه وقدر يتفادى السكينه لكن بتدخل في رقبه الراجل وبيموت وبيهرب الاثنين بسرعه من المكان. بنشوف كيفن بعدها وهو بيتكلم مع المحامي بتاعه وبيحكي له على اللي حصل، بس القاضي اعتبر كيفن خطر على المجتمع وكان فاكر كيفن انه اتاثر بالحرب وقتل الراجل عشان كده وحكم عليه بالسجن لمده 8 سنين. كيفن بيدخل السجن وهو مصدوم من الموقف اللي حصل معاه وبيفضل طول فتره سجنه يكتب جوابات ورسائل لمراته، وكانت مراته كل فتره بتبعت له صور كتير لبنته. طبعا كان بيحصل حالات شغب كتير في السجن، بس كيفن كان دايما بيفضل في الاوضه بتاعته ومش بيتدخل مع المساجين في اي حاجه. بيعدي مده سجنه وبيجي اليوم اللي هيخرج فيه وبيتكلم مع صديقه توماس واللي يعتبر زميله في الزنزانه طول فتره سجنه وبيقول له ان النهارده هيبقى عيد ميلاد بنته ومبسوط جدا لانه هيخرج من السجن يوم عيد ميلادها. توماس بيلاحظ ان كيفن جاب لبنته هديه ارنب وحاول يقنعه يجيب ليها اي حاجه تانية، بس كيفن فهمه انها بتحب الارانب واكيد هتحب الهديه بتاعته. بيخرجوا هما الاثنين مع بعض علشان يركبوا الطياره اللي هينقلوا فيها المساجين للسجن تاني. بيخرجوا يركبوا العربيه اللي هتنقلهم من المطار. بتتكلم معاهم الحارسه وبتفهمهم انهم هيركبوا الطياره مع المساجين اللي محكوم عليهم بالسجن المؤبد واللي يعتبروا من اخطر المساجين في العالم. توماس بيقول لها انه لازم ياخد الحقنه بتاعته لانه مريض بالسكر. طبعا هي وافقت وقالت له انه هياخد الحقنه. اول ما يركبوا الطياره بتقول لكيفن انه يعتبر حر بس مش هينفع يطلقوا سراحه الا من السجن الاساسي اللي موجود في المدينه بتاعته، علشان كده هو كمان هيركب الطياره معاهم. في نفس الوقت بيتكلم مجموعه من ضباط الشرطه مع بعض وبنعرف انهم المسؤولين عن نقل المساجين للسجن بامان من غير اي مشاكل، وبنكتشف ان هم هيزرعوا واحد من الشرطه في الطياره وكانه واحد من المساجين علشان لو حصلت اي حاله شغب بيقدر يتصرف. بيتكلم مع الضابط جون وبياخد منه المسدس وبيقول له يتصرف ازاي لو حصلت اي مشكله، وبعدها بيشوف المساجين على الشاشه وهم بيركبوا الطياره. جون بيقول لهم تهمه كل واحد فيهم وفهمهم ان المجرمين اللي موجودين على الطياره من اخطر المجرمين في العالم والجرائم بتاعتهم كتير واغلبهم قتله. وبيشوفوا بعدها كيفن وفهمهم جون انه خلص مده سجنه وهيخرج. اول ما يوصل للسجن ومفيش منه اي خطوره، قبل ما يدخل السجن اللي تبع الشرطه بيفتشوا الضابط جيمي وبيحطوا مسدس في الشراب بتاعه علشان يحمي نفسه بيه لو حصلت اي مشكله. اول ما الطياره بتتحرك بيقدر فيرس وجاك انهم يفكوا الكلبشات بتاعتهم، وبيلاحظ كيفن المسكون كوبر وهو بيحاول يخرج حاجه من بقه وبيكتشف انها انبوبه صغيره فيها بنزين وعود كبريت. كوبر بيبص للمسجون اللي قاعد جنبه وبيرمي عليه ازازه البنزين وحرقه بعود الكبريت. بتدخل الحارسه بيشوب وطلبت من بقيه الحراس بسرعه يفكوا الكلبشات بتاعت كوبر علشان ما يتحرقش هو كمان. بيحصل فوضى في المكان فبيسرق كوبر منها المفاتيح وبيفتح الباب بتاع المسجون جاك وبيهجم عليهم جاك. بيشوب بتحاول تمسك كوبر وتسيطر عليه لكن بيضربها في راسها وبيجري بسرعه ويفتح الباب بتاع فيرس وبتقوم معركه بينهم وبيموت فيها معظم الحراس. الطيار بيسمع صوت الشغب وبيطلب من المساعد بتاعه ياخد المسدس اللي استلمه من الشرطه ويشوف ايه اللي بيحصل، لكن اول ما خرج المساعد هجم عليه فيرس وحاول ياخد منه المسدس بس الطيار اتوتر وضرب نار من المسدس وقتل 2 بالغلط من المساجين، وبعدها سيطر فيرس عليه وقتله بالمسدس ودخل للطيار وطلب منه يبعت للقوات ويبلغهم ان في مشكله في الطياره. الطيار سمع كلامه علشان خايف يقتله. خرج فيرس للمساجين وضرب رصاصه قدامهم وفهمهم ان هو القائد الجديد للطياره واي حد هيعترض كلامه هيموت. بيربطوا الحارسه في الطياره بالكلبشات. كوبر بيفك الكلبشات لكل المساجين علشان يساعدهم واللي منهم كيفن. فيرس بيروح علشان يفتح الباب للمسجون بيلي واللي يعتبر من اخطر المساجين، وفي نفس الوقت ده بيشوف كيفن المسجون باولو وهو بيحاول يعتدي على الحارسه بيشوب وبيهجم عليه وبيوقعه على الارض وبيعرفهم انه مش هيسمح لهم يقربوا منها. باولو بيحاول يهجم عليه لكن بيضربه كيفن ضربه قويه وبيوقعه على الارض تاني، وبيجي ساعتها فيرس ويقول لهم ان كيفن كلامه صح وهدد باولو انه هيرميه من الطياره لو حاول يعتدي عليها تاني، وبيفك الكلبشات بتاعت بيشوب علشان تقعد لوحدها على الكرسي. جاك بيتكلم قدامهم كلهم وبيقول لهم انهم هيبقوا احرار لو كل واحد من المساجين حاول يساعدهم لحد ما يوصلوا لاي بلد ما فيهاش اتفاقيه تسليم المجرمين. طبعا بيفرحوا كلهم وبيفك كوبر الكلبشات بتاعت الشخص اللي تبع الشرطه، وساعتها بياخد المسدس بتاعه وبيصوبه على كوبر وبيعرفهم انه ضابط شرطه وانه هيقتلهم لو اعترضوا على كلامه. بيجري فيرس من قدامه وبيقف ورا بيشوب وبياخدها كرهينه. كيفن بيحاول يسيطر على الضابط وفهمه انه هيتسبب في قتل نفسه، بس الضابط ما كانش مقتنع بكلامه. بيهجم عليه واحد من المساجين من وراه بس الضابط قدر يقتله. فيرس بيصوب عليه المسدس هو كمان وبيقتل الضابط في ساعتها، وبعدها بيشكر كيفن علشان قدر يساعده في السيطره على الضابط. بيجي كوبر وبيتكلم مع فيرس وبيفهمه ان الورق بتاع الحراس مكتوب فيه انهم هيسلموا 6 مساجين بس، وهيستلموا مكانهم 6 مساجين واللي منهم 2 من رجاله فيرس، وبعد كده هيتحركوا للسجن اللي بعده. بس المشكله ان في 3 مساجين من ال6 ماتوا وسط الشغب اللي حصل. فيرس بيقرر انه يسلمهم بدل ال3 اللي ماتوا الطيار ورئيس الحراس وواحد تاني من المساجين. بيحطوا لزقه على بقهم
علشان محدش فيهم يتكلم وبيغطوا وشهم. واول ما بيوصلوا هناك بيتفاجئوا ان في عاصفه رمليه. طبعا العاصفه دي هتساعدهم في التسليم علشان محدش هيقدر يتعرف عليهم، وبياخدوا المساجين اللي هيسلموهم وبيطلعوا كلهم، وبيكون منهم واحد من رجاله فيرس كان بيشتغل طيار قبل ما يدخل السجن، وبيركب مكان الطيار وبيشيل جهاز التعقب اللي بتعرف منه الشرطه مكانهم فين، وبيسلموا لكوبر. وبيخرج كوبر من الطياره وهو لابس زي بقيه الحراس، وبيروح لطياره تانية في المطار اللي هم فيه وبيسيب فيها جهاز التعقب، وفي نفس الوقت بيجيب الحراس اخر مسجون هيبعتوه معاهم. فيرس بيتفاجئ هو اللي معاه بالحراسه المشدده على المسجون، واكتشفوا ان المسجون اخطر مسجون في العالم ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياه. توماس بيخاف لما بيشوفه، بس كيفن ما كانش مهتم باللي بيحصل لانه نفس اليوم يخلص علشان يروح يحضر عيد ميلاد بنته. وقبل ما يطلع فيرس الطياره بيشوف حارس هو بيقرب منه وكان شاكك فيهم، وقبل ما يصوب المسدس على فيرس بيشوف عربيات الشرطه وهي بتقرب من الطياره، فبيقتل الحارس بسرعه وبيدخل الطياره قبل ما توصل عربيات الشرطه. كوبر بيسمع صوت الطياره فبيجري بسرعه علشان يلحقهم، بيحاول يركب معاهم بس الطياره بتكون اتحركت بسرعه وقدروا انهم يطيروا بالطياره وبيهربوا بيها بعيد عن المطار. الضابط جون بيحاول يعرف الطياره هتروح على فين، فبيتكلموا على اللاسلكي بتاع الطياره، لكن بيرد عليهم فيرس وبيستهزئ بيهم وبيفهمهم انهم مش هيقدروا يعرفوا مكان الطياره ابدا. جاك بيخرج لبقيه المساجين وبيطلب من كيفن ينزل معاه للمخزن بتاع الطياره، بيوافق كيفن وبينزل معاه، وبيشوفوا ساعتها كوبر وهو ميت في المخزن لما حاول يركب الطياره وهي بتجري، وبيطلب جاك من كيفن يرميه من الطياره. كيفن بيجيله فكره وبيكتب رساله للضابط جون على التيشيرت بتاع كوبر علشان يقولوا المكان اللي هم رايحين فيه بالطياره، وبيرمي كوبر من الطياره وبينزل في وسط المدينه. بتوصل بعدها الشرطه وبيتصلوا بالضابط جون وبيبلغوه بالرساله اللي كتبها كيفن على جسم كوبر، وبيعرف جون المكان اللي هتوصل فيه الطياره، وبيبلغ الضابط جيمي وبيروح بسرعه وبيركب العربيه علشان يوصل المكان، وبيتكلم مع قوات الدعم في اللاسلكي علشان يوصلوا معاهم للمكان اللي هتوصل فيه الطياره ويقدروا يسيطروا على المساجين. وبيوصل جون فعلا قبل الطياره بلحظات، وبيشوف ساعتها الطياره وهي بتقرب للمكان. جيمس بيحاول ينزل بالطياره بس كان في رمل في كل مكان وهبط بصعوبه وسط الرمل. اول ما نزل بالطياره اتكلم فيرس مع واحد من رجالته لانه كان متوقع ان يبقى في طياره تانية مستنياهم. بيتكلم بعدها مع المساجين وبيطلب من كل واحد فيهم يقوم بمهمه محدده ويحاولوا يحفروا في الرمل علشان الطياره تقدر تتحرك. كيفن اتكلم معاه وفهمه انه هيحاول يلاقي وقود للطياره في اي مكان حواليهم. بيمشي بسرعه من قدامهم وبيروح للخيمه الكبيره اللي موجوده في الصحراء. بيشوفوا ساعتها الضابط جون وبيروح وراه بسرعه علشان يتكلم معاه. اول ما بيدخل كيفن للخيمه بيهجم عليه مجموعه من المجرمين وبيصوبوا عليه الاسلحه، وساعتها كيفن عرفهم ان لو اي حد فيهم ضرب عليه نار هيسمعهم بقيه المساجين وهيقتلهم كلهم. بيظهر ساعتها جون وبيصوب عليهم مسدس. كيفن بيستغل الفرصه وبيضربهم وبيقدر يتغلب عليهم. بياخد منهم المسدس وبيصوب بعدها المسدس على جون وبيساله هو مين وبيعمل ايه هنا. جون فهمه ان هو الضابط اللي حاول يتكلم معاه فيرس في اللاسلكي، وعرفه ان الرساله اللي كتبها على جسم كوبر قدرت تساعدهم والقوات هتوصل خلال دقايق. وكمان قال له ان هو قابل مراته وبنته وكانوا قلقانين عليه جدا، وبيستغرب ازاي موجود مع المساجين لحد دلوقتي وما حاولش يهرب. كيفن بيقول له ان معاه في الطياره صاحبه مريض وبيحاول يساعده ومش هيسيبه مع المساجين لوحده الا لما يطمن عليه. كيفن بيسيبه ويخرج، وفي نفس الوقت بيهرب المسجون من قدام فيرس وبيدخل الخيمه اللي فيها الطياره اللي كانوا هيهربوا بيها، وبيقرر يهرب لوحده من غيرهم. بيشوفوا ساعتها فيرس وبيتضايق جدا، وبيشوفهم جون هو كمان بيجري بسرعه وبينزل عليهم الحديد وبتنكسر الطياره. بيروح ساعتها فيرس ورجالته ويشوفوا الطياره وهي متحطمه. المسجون بيحاول يترجاه علشان يسيبه عايش، بس فيرس رفض علشان كان عاوز يهرب لوحده وحرقه بالطياره، وحصل ساعتها انفجار رهيب. كيفن بيقدر يهرب من الانفجار وبيشوفوا بعدها مجموعه كبيره من القوات وهي بتقرب عليهم. بيكتشف فيرس اسلحه كتيره كانت موجوده في المخزن بتاع الطياره، بيسلم الاسلحه لكل المساجين وبيشرح لهم الخطه اللي هيهجموا بيها على القوات اول ما تقرب منهم. بيقدر كيفن انه يلاقي علبه اسعافات اوليه موجوده في المكان وخد منها حقنه علشان يديها لتوماس صاحبه. بيقرب ساعتها القوات وبيهجم عليهم المساجين بالاسلحه وتقوم حرب بينهم، وبيجري كيفن وسط ضرب النار علشان ينقذ صاحبه توماس، وبيربط الحبل بتاع الطياره في صخره، وبعدها بيركب الطياره وبيتفاجئ بالمسجون باولو وهو بيحاول يعتدي على الحارسه مره تانية. بيضربه وبيخبط راسه في الحديد، وبعدها بيربط ايده بالكلبشات وبيدي الحقنه لتوماس وبيقدر يعالجه. بيركب المساجين الطياره تاني وبيصطدموا لما بيلاقوا الحبل مربوط في الصخره، بيضربوا عليها بالاسلحه وبيتحركوا بالطياره باقصى سرعه. بيقدر جيمس انه يطير بالطياره بسرعه قبل ما القوات تهجم عليهم. فيرس بيقف قدامهم وهو ماسك السلاح وبيقول لهم ان في خاين بينهم، لان القوات دي مستحيل كانت تعرف مكانهم من غير وجود خاين، وكمان الخاين ده هو اللي ربط الحبل بتاع الطياره في الصخره علشان الطياره ما تقدرش تتحرك. واكيد كل اللي حصل ده مش صدفه. فيرس كان شاكك في كيفن، فقرر توماس يغامر بكل حاجه ويضحي بنفسه علشان يحميه. وقف قدام فيرس وفهمه ان هو اللي عمل كل حاجه علشان يخلص منهم. ساعتها صوب عليه المسدس وضربه برصاصه في بطنه. بيشوفوا بعدها الطيارات بتاعه الشرطه وبيضربوا عليها نار بالاسلحه علشان يفجروها. اتكلم كيفن مع توماس وهو متضايق علشان هو مالوش ذنب في اللي بيحصل، وعرفه توماس ان هو كمان متضايق لانه كان متوقع ان نهايتهم هتكون احسن من كده. كيفن بيحط ايد توماس على الاصابه علشان يوقف النزيف، وعرفه ان هيثبت له ان النهايه بتاعت
بتاعتهم هتكون سعيده، وبيستغل ان فيرس بيحارب الشرطه وبيهجم على بقيه رجالته وبيضربهم لحد ما بيوصل لجيمس وبيطلب منه ينزل بالطياره. جيمس بيساله عن فيرس، بيقول له كيفن ان هو اللي بقى القائد الجديد. طيارات الشرطه كانت هتضرب عليهم قذيفه وتدمرهم، بس كيفن بيكلمهم على اللاسلكي وبيتواصل مع الضابط وبيفهمه ان قدر يسيطر على الطياره. الضابط جون بيأمر القوات بتاعته انهم يوقفوا ضرب النار. بتحصل مفاجاه وبيخلص وقود الطياره وبيضطر ينزل في الشارع قبل ما يوصل لاقرب مطار. جيمس بيبلغ المساجين في اللاسلكي علشان يربطوا الاحزمه لانهم مضطرين ينزلوا في الشارع. بيحاول جيمس يسيطر على الطياره بس كان في عربيات كتير في الشارع وكانت بتتحطم وكل المساجين وقعوا على الارض من قوه الاصطدام. بيوصل للنهايه في فندق في وسط المدينه، وقبل ما توقف الطياره بيصاب فيرس المسدس على كيفن وكان هيقتله، بس بتنكسر المروحه وبتدخل الطياره بسرعه وبيموت فيرس في ساعتها. بتقف الطياره بصعوبه. بيقوم كيفن علشان يطمن على توماس وكانوا فرحانين ان هم لسه بخير. بتوصل الشرطه وبتقبض على بقيه المساجين. بياخدوا توماس في عربيه الاسعاف للمستشفى، وبيطلع جون للطياره وبيلاقي المسجون باولو مربوط وايده مقطوعه وبياخدوا معاهم للاسعاف. بتتكلم ساعتها بيشوب مع كيفن وبتشكره علشان انقذها اكتر من مره. كيفن بيقول لها ان كل همه دلوقتي انه يوصل لعيد ميلاد بنته بسرعه علشان يحتفل معاها. بيجيله بعدها الضابط جون وبيشكره علشان قدر يساعدهم للنهايه رغم انه مش مسجون معاهم، وفهموا كيفن ان حياته مش هتبقى لها قيمه لو كان ساب صاحبه ويموت. وفي اللحظه دي بيتفاجئ كيفن بمراته وبنته وهم واقفين قدامه. بيقرب عليهم وبيسلم على مراته وبيمسح الارنب اللي كان جايبه لبنته وبيتكلم معاها وهو فرحان، وبيقرر يعيش حياته الجديده معاهم وينسى كل اللي حصل له في السجن. وبيخلص فيلمنا. شكرا للمشاهده. لو انت مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس، وانتظرنا في فيلم جديد. سلام.